مساء الخير دكتورة لمعا، نورتينا. اهلا ريماز، كيفك؟ تمام الحمد لله تمام. بدي اقول هاي اكيد لكل المستمعين ارابيسك، وان شاء الله اليوم هيك تكون الحلقة حلوة ونجاوب على كل الأسئلة اللي بدهم يسألونا إياها. أكيد. شو هالحلا كله صرنا أنا وأنت نحكي عن موضوع الدايت. هلا الدايت بشكل عام لما بدهم يقوموا فيه السيدات، نحن عم نوجه الموضوع للمرأة لحتى يتذكروا الموضوع. لما بدنا نقول دايت فدائما نتذكر انه لازم يكون في دايت من قبل اخصائيه تغذيه، وكمان اضافه لرياضه خاصه. صحيح. لكن اللي بيجهلوه كثير من النساء انه هن عم بيعملوا دايت عشوائي صح لحالهم بدون ما اساسا يرجعوا لدكتور تغذيه، بدون ما يعني يعرفوا مزبوط شو هالدايت. بالنهايه ممكن يصير زياده بالوزن على العكس تماما، صح، او اضرار صحيه. صحيح. فخلينا بالبدايه كونه عم نحكي لكل جزء من الجسم ريجيم ورياضه خاصه، نحكي كم شكل لجسم المراه. هلا ريماز، مثل ما بلشتي انت بالمقدمه، انه كثير من الصبايا بتلاحظي انه هن مثلا صاحبتها او صديقتها يعني بتاخذ دايت مثلا مكتوب، بتقوم هي فورا بتاخده منها، بتطبقه، احيانا بتستفيد احيانا ما بتستفيد. صحيح. احيانا بتنحف من اماكن هي ما لازم تنحف منها. مشان هيك انا حابه شويه وعي اليوم الصبايا، ونقول انه لكل شكل جسم اكيد نمط غذائي خاص فيه ورياضه مناسبه. هلا عندنا نحن 5 اشكال لجسم الانسان. في عنا ريماز، أول شكل هو شكل التفاحة، يلي بيكونوا هن طبعا الدهون عم بيكتبون لاحظت يلي بتكون طبعا الدهون متوضعة بمنطقة البطن، وبيكون الأطراف ما فيهم كتير زيادة بالدهون. يعني هي بيكون عندها السمنة من فوق. تمام، السمنة بالبطن. هذا أول شكل. طبعا في أشكال بير شيب، بيكون عندهم مثل شكل الإجاصة، بيكون السمنة متوضعة بالأرداف والأوراق، وبيكون القسم العلوي كمان ما في كتير زيادة بالوزن. والشكل الثالث طبعا بيكون عنا مثل شكل الفريز أو الهرم المعكوس، بيكون عنا بدانة بالأطراف العلوية مثل الألمان، بتلاقي أنه عندهم نصاحة يعني كتاف عراض. صحيح. في عنا الشكل الرابع هو الساعة الرملية، اللي بيكون خصرهم ضيق بس إنن عندهم نصاحة من القسم العلوي ومن القسم السفلي. والشكل الأخير هو شكل المستطيل، شكل المتوازن، يلي هو أقرب ما يكون للمثالي إذا نحفنا شوي خصره. يعني المستطيل والساعة الرملية هن يعني الأسهل شيء. أيوة. إذن في 5 أشكال أنا سجلتهم، كتبتهم عندي: شكل التفاحة والإجاصة، وشكل الفريز اللي هو الهرم المعكوس، الساعة الرملية، والمستطيل. يعني أشكال هندسية مع فواكه. تمام. أوكي. هي الأشكال. إذا حنحكي عنه اليوم بالحلقة أكيد. تمام. ربيع زهرة الربيع على 1590 فيكم تتصلوا أو تبعتوا SMS لحتى تسألوا الدكتورة لما النائلي بموضوع حلقتنا أي سؤال بيخطر على بالكم. وأوريدي في سؤال من سهام هلأ بنقراه بعد ما اسأل أسئلتي، استنفذها بعدين. لماذا مجهزة وراء. طيب خليني أول شيء أسأل عن إنه كيف بينحسب الوزن مع الطول بشكل مثالي. تمام. سؤالك كتير حلو. هلأ نحن من زمان كنا نقول السيدة بناخد طولها منقص 107 بيطلع عنا الوزن المثالي للأنثى. أما الرجل إذا طوله 180 منقص 100 بيطلع عنا الوزن المثالي. بس ريماز كتير حلو سؤالك، لأنه نحن هلأ مع تقدم نظريات علم التغذية ما عاد هذا هو المؤشر الكافي. نحن لازم ناخد محيط الخصر للرجل وللأنثى، لازم ناخد قديش عنده على الميزان. طبعا هلأ بموازين الجديدة والمتقدمة قديش معدل الدهون بالجسم الإنسان، قديش معدل العضلات، العظم، قديش فيه نسبة مي. يعني نحن ما بنقدر نقول بس نعتمد على أول نظرية، لازم نحسب قديش الميتابوليزم أو الاستقلاب الغذائي، بعدين نحدد قديش عنده زيادة بالوزن معتمدين على نسبة الدهون بجسم الإنسان. وهذا الشيء هو اللي بيخلينا نحن نوصل مع المريض أو مع الشخص اللي حابب يزيد من وزنه أو ينقص من وزنه للوزن المناسب أو التارجت ويت. يعني لما قريت مرة أنه فيكي لحد 70 كيلو
ايه انه فيكي يكون وزنك. فطلعت هيك قلت نو واي، يعني انه 70 مستحيل، ما بترضي انه 70 على هوا طولي 175 ما بقبل، يعني بدي اقل اكيد. طبعا هلا ريماز نحن كمان هون بناخذ بعين الاعتبار اذا الصبيه متزوجه او غير متزوجه عندها اطفال، مشان هيك هون يعني مشان هيك نحن ما بصير نسمع الكلام العشوائي او كلام ناس ما لهم مختصين. كثير ضروري ننتبه نحن، لانه لازم يكون في شيء طبعا كثير مدروس وموثوق حتى نحن نعرف قد لازم يكون وزننا. هلا ننتقل للموضوع. قلنا في 5 اشكال، برجع بعيدون: شكل التفاحه وشكل القجاصه وشكل الفريز اللي هو الهرم المعكوس، حبيتهم الساعه الرمليه والمستطيل. قلنا كل شكل جسم له رياضه خاصه فيه وله دايت خاص. صحيح. يعني لما بدهم يجوا لعندك لما شكل يعني صبيه عندها شكل القجاصه وهو كتير موجود يمكن البنات الشرقيات. برافو، صحيح حكيك. النساء الشرقيات كلهم اصلا اتس نايس، يعني انه حلو يكون عندها اوراق، لكن اكيد مو اوراق مبالغ فيها. هلا نحن هون بنلاقي السيدات اللي اغلب شغلهم مكتبي. هلا قبل ما نفوت باشكال الجسم بس بدي احكي انه للوراثه لها دور كتير كبير بشكل جسمك. يعني كلياتنا بنولد بيكون نحن إلنا توضع لأماكن الدهون بأماكن معينة حسب وراثة بجسمك، بس طبعا نحن سوء العادات الغذائية وسوء تصرفاتنا، يعني سوء قلة الحركة هي اللي بتخلي الدهون تتوضع أكتر. حبيت نبلش بالبير شيب بشكل الإجاصة. أوكي. هلا هدول السيدات كتير بيكونوا هن بيميلوا لتناول الحلويات أو السكريات بشكل عام، وأكيد بيميلوا لتناول الكربوهيدرات، يعني مثل المعجنات. بقى كتير هون نحن بدنا ننتبه أنه هن ما كتير يبالغوا بتناول الكربوهيدرات، يستبدلوا كل شيء نشويات، خبز أبيض، باستا، يتناولوا بدالة الخبز القمحة الكاملة أو الخبز الأسمر. يدخلوا كتير الأوميجا 3 لأكلهم، يعني مكسرات نيئة غير محمصة، زيت الزيتون كتير مفيد ريماز. طبعا كتير مفيد كمان انه هن يخففوا من المشروبات الغازية، يا ريت يلغوها لانه هي اساسا مضرة. يا ريت انت بتحبي المشروبات الغازية؟ لا ابدا. برافو. الحمد لله. أكيد كمان ما يتناولوا كتير لحوم حمراء، لأنه اللحوم الحمراء ما لها جيدة للبير شيب، لازم يستبدلوها بالسمك والدجاج، بيكون أفضل لأنه بيكون فيه معدل من الدهون أقل. طبعا أكيد يخففوا من معدل السكريات، بس أهم خطين أعراض هن الأوميجا 3، ويستبدلوا اللحم الأحمر باللحم الأبيض. أكيد يكتروا من الخضار والفواكه. إذا هذا أول شكل جسم هو شكل الإجاصة، واللي كتير في صبايا مثل ما قلنا الشرقيات عندهم شكل الإجاصة بجسمهم، فهي النصائح اللي قدمت لكم إياها دكتورة لما. هلأ شكل التفاحة، هلا الرياضة المناسبة بدنا نحكي رياضة مناسبة صح، نسيتها. هلا بدنا نقول بس انه ينتبهوا على الخضرة والفواكه اللي عم ياكلوها، انه تكون معدل الجي اي او معدل مؤشر السكر فيه منخفض، يعني ما ياخذوا كتير عنب، ما ياخذوا كتير موز، يتجهوا للفواكه اللي هي معدل السكر فيها اقل، مثل الكيوي، الاناناس اللي ما له محلى. كتير منيح ذكرتي الاناناس، انا هلا في انواع من الاناناس عم تكون بالسوق محلايه، اتمنى انه ياخذوا الاناناس الطبيعي. الرياضه المناسبه هي اكيد المشي، هي الايروبيك المخصص للقسم السفلي. كتير منيح انه هن يعملوا سباحه، وانا كتير بشدد على الايروبيك بالمي، كمان كتير صحيه وكتير بتساعد على عدم توضع دهون بمنطقه الارداف. اوكي، هي لكان شكل الإجازة. دانتيل زهرة الربيع. هلا حنحكي عن شكل جسم التفاحة اللي هو بيجي بروز البطن. صحيح. كتير بيكون عند المرأة. صحيح. هلا غالبا هدول الاشخاص هن كتير عاطفيين، لانه كتير بحبوا يتناولوا المأكولات الدسمة والمأكولات النشوية. بتعاطفوا معي يعني. صحيح. اوكي. انا كتير بنصحهم انه يتناولوا المنتجات الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب وخصوصي خفيف الدسم او اللبن أو الجبنة. كل المنتجات الحليب والألبان ومشتقاتها الخفيفة الدسم اللي تكون غنية بالكالسيوم كتير مفيدة.
هلا الرماز مفيدة لأنه الكالسيوم، آخر الدراسات العلمية بتقول أنه الكالسيوم طبعا بينظم عمل الغدة الدرقية يلي بدورها هي بتنظم استقلاب الدهون والشحوم، وخصوصي بتنشط استقلاب الدهون المتوضعة عند البطن. مشان هيك نحن إذا أخذنا كوبين لبن خالي دسم يوميا على مدى شهر بينخفض محيط خصرنا كتير. برافو، بقى معلومة جديدة ومفيدة. كتير بنصحهم ياخذوا اللبن، كتير 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 بيفيدون. طبعا خفيف الدسم برجع بشدد، يشربوا مي كتير كتير، يخففوا من تناول الملح لأنه الملح بيعمل ووتر ريتنشن، احتباس بسوائل الجسم. الملح أنا وقت بحكي ملح بقصد فيه المعلبات، بقصد فيه الموالح، الأكل الجاهز، لأنه الأكل الجاهز هو غني بالملح نحن اللي ما بنعرفه، لأنه كتير ضروري نبتعد عن الملح ونغني أكلنا بمنتجات أكيد الكالسيوم. وأخيرا نصيحة كل شكل جسمه أبل شيب يتناول الألياف، لأنه الفايبرز كتير صحية وكتير مفيدة. وأكيد الألياف موجودة بالفواكه بدون تقشير، بالخبز القمح الكاملة، يعني عم يستفيد منا ماهر عم يسمع تماما. والرياضة المناسبة لشكل التفاحة؟ هلا أنا أبدا ما بنصحهم يمشوا أو يركضوا، لأنه عندهم مفاصل ضعيفة، ما بصير أبدا إنه يمشوا. لازم يلعبوا أكيد، يعملوا رقص شرقي كتير بيفيدون. منيح، برافو. بيستفيدوا من الجهتين. وأهم شيء يعملوا أيروبيك متوجهة لمنطقة البطن، أكيد مع خبيرة رياضة شاطرة كتير، وهيك بيصيروا بصحة وعافية. أوكي، إن شاء الله يا رب يكونوا بصحة وعافية. طب بس بدي أسألك إنه بروز البطن أحيانا بيكون بالمنطقة العلوية غير المنطقة السفلية، بتعرفي إنه البطنين، فإنه في صبية بيقلق بتقول إنه عندي بالضبط، فإنه من فوق ما عم بقدر يعني عم بنحف، بس البطن من تحت كتير صعب إنك تتخلصي منها. هلا أول نصيحة إنه نحن نشفط بطننا كتير، طبعا مع تنفس، مو نقطع نفسنا. نتنفس ونشفط بطننا. كتير مهم انه نمضغ الطعام على مهل، لانه ببطء كتير. نجلس بطريقه صحيه بشكل زاويه 90. عدم النوم طب، لانه النوم طب بيضعف عضلات المعده والبطن. ما ننسى نشرب كوب ماء فاتر على الريق مع ربع ليمونه، كتير بيسهل عمليه الخروج، بيعالج الامساك، وكمان بيخفف من محيط البطن. مساكن كله صحه وعافيه مع دكتوره لما النائلي. لا بتحكي لنا اليوم، حكينا عن شكل التفاحة، شكل القصاصة، وهلا وصلنا لشكل الفريز اللي هو الهرم المعكوس. تمام. واللي قلنا صاحبة الأكتاف العريضة بتكون. صحيح. وباقي جسم هلا بتشرحين عنه أكتر. شو بتعرفي الرماز هدول كتير صعب، يعني هو هذا بالذات شكل الجسم صعب كتير، يعني كتير لازم تنتبه الصبية لأكلها، تغني أكلها بالبروتينات النباتية مثل الفول، الحمص، البقوليات، تبتعد عن البروتينات الحيوانية، ما تاخذ إلا مرة أو مرتين بالأسبوع بشكل أعظمي، تتجنب السكريات بشكل يعني أكثر ما بتقدر، تستغني عن السكريات، تحط بدالها أكيد الفواكه، ممكن تاخذ تمر. كتير لازم تترك فاصل زمني بين النوم وأكيد الآخر وجبة هي عشاء، لازم يكون في فاصل زمني من 4 ل 5 ساعات حد أدنى. كتير لازم تشرب مي مثل كل الأشكال أكيد. لازم تلعب سباحة وتلعب ايروبيك، بس هون نحن بدنا نقول لازم هي الصبية اللي عندها أكتاف عراض لازم إنها تلعب ويت، إنه حمل أوزان، لكن أكيد مع مدرب مختص حتى ما يصير عندها عضل زيادة، حتى يقدر المدرب هو يعمل لها بيرنينج فات لحوالين العضلة، ما يعمل لها مسلز عريضين فوق ما هي بيكون عندها زيد المشكلة بعدين. أكيد. تمام. فهي شو هلا اذا حكينا بروتينات النباتيه مثل ما حكينا، نبتعد عن السكريات، نخلي فاصل زمني 5 ساعات، نشرب كتير مي وخضره وفواكه، وقد ما فينا نخلي اخر وجبه بعيده كتير عن وقت النوم. شكل الجسم، الساعة الرملية والمستطيل يمكن ما كتير بدون شرح، لأنه هدول الأجسام أقرب للمثالية فهي ما بدها كتير. صحيح. هلا أنا الساعة الرملية أهم شيء أحكي لك باختصار، أهم شيء إنه طبعا تتناول بيض. البيض كتير جيد جدا وصحي، تاخذ 2 بيض بالأسبوع. كتير ضروري ما تتناول طعام بعد 6 أو 7 مساء كحد أعظمي. لا للدهون المشبعة بقدر إلا
للصبية اللي عندها فوق وتحت عرض. لا للدهون المشبعة، يعني ما تاخد كتير مقالي زبدة، تاخد زيوت نباتية، تكتر أوميجا 3 مثل ما بنحكي بذر الكتان والمكسرات. أكيد بالنهاية تبعد عن مثل ما قلت لشكل البير شيب، تبعد عن الخضار والفواكه المعدل الجي اي تبعها مرتفع، يعني السكرية كتير. يعني رماز مثل البطاطا والشوندر والجزر، هدول كلياتهم خضار سكرية، تستبدلهم بالبروكولي والخضار اللي هي الخضراء. أكيد كمان تلعب سباحة وتلعب أيروبيك ومشي، أهم شيء كتير جيد جدا. المستطيل بنقدر نقول انه نحن شكل المستطيل ممكن نلخص فيه رماز، مدام كتير جاينا اسئله على شو الدايت المثالي، او مثل ما كنا عم نحكي انا تحت الهوا شو لازم انا اعمل لضل مثالي. هلا المستطيل اجى بوقته نحكي نحن على الدايت المثالي حتى نكون مثاليين. اكيد، ونثبت وزننا يعني بعد ونثبت وزننا. هذا السؤال اللي انت عم تساليني اياه. اوكي. هلا اهم شيء اول شغله رماز لحتى نحن نثبت وزننا، قبل حتى نخسر من وزننا نحن لازم يكون في عنا 3 عوامل لننجح بالحمية. أول شغلة لازم نحن نشرب معدل المي المناسب لجسمنا، لأنه رماس أنا غير أنت غير ماهر غير كل الأشخاص، كل شخص لازم يشرب معدل مي خاص فيه. كيف بدي أعرف أنا معدل المي خاص فيني؟ بقسم وزني على رقم 28 بيطلع عندي عدد اللترات اللي لازم أشربها بيور ووتر، يعني مي صافية ما لها عصائر أو شاي. أوكي. هي أول عامل. تاني عامل لأخسر من وزني لازم ألعب رياضة 50 دقيقة من 3 ل 4 مرات بالأسبوع، حد أدنى لازم ألعب رياضة. الرماس في كتير ناس صبايا بيطلعوا بيمشوا مثلا بيمشوا نص ساعة، هن أغلب بيكونوا عم يتمشوا ما عم يمشوا. صحيح. بقى نحن بدنا من 30 دقيقة لل 50 دقيقة نشاط رياضي لحتى نقدر نحن بيعزم يعني. برافو عليكي، نحرق. ولازم طبعا يعني نستفيد. العامل الثالث هو النظام الغذائي الصحي اللي هو مكون من 5 وجبات، فطور واللي هو أهم وجبة من الوجبات، سناك يكون عنا قطعة فواكه بين الفطور والغداء، يكون عنا سناك بين الغداء والعشاء، والعشاء بعيد عن النوم من 3 ل 4 ساعات. اوكي، هدول لكن لتحصلوا على جسم مثالي بأي اللي حكينا عنهم هدول ال5 أشكال لازم تتبعوا هاي الخطوات اللي حكت عنهم دكتورة لما. هلأ حننتقل مباشرة للأسئلة مشان ما ياخدنا الوقت، في كتير أسئلة لازم نجاوب عليها عن جد ما شاء الله، يعني ما مستحيل بدون نهارين. أول شيء مساء الخير، في SMS عم بيقول عم عاني من مشكلة، بس أكل أي لقمة بيصير بيظهر بطني، لازم أبقى طول النهار بلا أكل لتبقى معدتي مزاهرة، مليت من الدايت، شو أعمل؟ بدي أسأل، تنصحي بالأدوية للتنحيف؟ شو بتنصحي إذا أي؟ أنا روزا. هلا روزا ما فيها تعطيكي أسماء تجارية، هي أول شغلة. صحيح. ثاني شيء شو بتنصحيها؟ هلا روزا بنصحك إنك تفطري. الفطور لأي شكل من أشكال الجسم هو يعني أول مفتاح إنه نحن نخسر من وزننا. الفطور كتير صحي، لازم يكون الفطور الصبح نفطر، نشرب كاستين مي قبل الفطور، نفطر ونمضغ الأكل كتير منيح. روزا بنصحك كوبين من اللبن خفيف الدسم، بيساعدك كتير على تخلص الدهون المتوضعة بالبطن. بنصحك إنك تشفتي بطنك للداخل وتلعبي رياضة للمعدة والبطن. أكيد يعني في كتير نصائح، هي مثل الأبل شيب مثل ما حكينا لشكل التفاح، بس أهم شيء تفطري وتشربي مي، وأكيد تلعبي رياضة، وكل شيء يكون عم تاخديه منتجات قمحة كاملة أو نخالة ما لا. هي عم تقول لازم أبقى طول النهار بلا أكل حتى تبقى معتي مزهرة، وهذا الشيء مو صح مثل ما قلتي. الفطور وجبة أساسية أكيد. تمضغ كتير منيح. طب في شاب عم بيسأل، أنا شاب فيني أسأل، أنا طولي 182 ووزني 90، هل جسمي مثالي؟ وهل شرب الأرجيلة بيساوي بطن؟ لأنه بنسمع كتير إنه بيساوي بطن. أكيد. هلا أول شيء بدي أقول لك إن شاء الله هيك تكون جوابنا عم تسمعه. 8 كيلو لازم ينزل من وزنه، لأنه عنده زيادة 8 كيلو. 82 بده يكون تمام. 82. هلا أنا نصيحتي له إنه أكيد هو ما بيهمني كتير الوزن قد ما بيهمني محيط البطن، وبيهمني معدل الدهون بجسمه. هلا طبعا أنا حجاوبك على شق الأرجيلة. رماز
الأرجيلة هي ما بتنصح وما بتساوي بطن، بس الأسلوب الغذائي الخاطئ أو أسلوب حياتنا الخاطئ اللي مع الأرجيلة هو اللي بيعملنا البطن. يعني بتلاحظ الأرجيلة دائما برافقها يا قهوة يا شاي يا شي شربة بدها تكون فيها سكر، كمان برافقها يا مكسرات يا أكل. طب وبتفرق انه بعد الاكل ولا قبل الاكل؟ هلا هي زيرو كالوري، هي ما فيها سعرات حراريه، هي كتير ضاره صحيا، ضاره جدا جدا جدا. بس نحن اسلوب القعده الغلط، بتلاقي قاعدين مرتخيين هيك مو شافتين بطننا مثل ما بقول انا. قاعدين بالضبط قاعده هيك خاصه للارجيله يعني عرفتي. هلا هذا الاسلوب ماهر حب السيره. حس حاله عم بيرجل هلا، يعني عم بيوهم حاله. هلا هذا الاسلوب هو غلط بحد ذاته، هذا اللي عم بيعملنا بطن. هلا انا بنصح دائما نحن مع الأرجيلة كمان بيتناولوا شاي وقهوة. هلا أنا حابة ألفت نظر إنه الشاي والقهوة والمتة فيهم كافيين، والكافيين كتير بيحبس، بيعمل ووتر ريتنشن، احتباس بسوائل الجسم، وبيعمل سمنة بالبطن وبجميع أجزاء الجسم. مشان هيك بتمنى ما يأرجل. بتمنى تبطل العادة، لا لو حتى ما بتعمل بروز بطن، يعني هي بتأثر على الصحة ككل. سهام كانت عم تسأل سؤال من بداية الحلقة، عم بتقول إنه كيف الوحدة بدها تنحف بعد العيد تتخلص من السمنة، ففينا هيك على السريع أكيد تفطر، تشرب مي مثل ما حكيت، يكون الغداء عبارة عن دائما بروتينات، يعني سمك لحم دجاج أو بيض أو بقوليات، إضافة جنبه دائما مادة نشوية مثل مثلا خبز أسمر أو بطاطا مسلوقة أو مشوية أو 5 ملعقة طعام رز، جنبه أكيد صحن السلطة يلي كتير أنا بشدد عليه. إذا ما بدكم سالد هلأ بالشتاء نستبدله بشوربة الخضرة. دائما يعني تخلي على فطورة كتير كبير، الغداء أقل والعشاء كتير قليل. حلو يعني هيك. مرحبا رموز، كمان وين هي ما مدى فوائد الأعشاب في تخفيف بروز البطن؟ وشكرا صبايا من ألما. هلا ألما القصد إنه الأعشاب اللي هي ممكن يكون الشاي الأخضر، بقية الأعشاب اليانسون، بابونج. هلا البابونج كتير منيح، بيعمل ديتوكس للجسم، تنظيف. كتير كتير جيد كمان إنه نحن نشرب مليسة، نعناع، زورات. أنا ما بنصح إنه نحن ناخد الخلطات هيك اللي بيكونوا عاملينها ناس طبعا مالن صيدليين أو مالن صاحبين اختصاص. كتير يعني بشدد انه هن ينتبهوا، لانه ممكن نحن تكون بقلب الخلطة مادة مثلا عم تعودنا انه نحن نفوت على الحمام بشكل دائم. إذا وقفناها ما عاد نقدر نحن إنه نفوت على الحمام بدونها. مشان هيك ما بنصح أبدا نشرب هدول الخلطات ما بنعرف شو بقلبه، نشرب شيء ببيتنا موثقين منه. يعني هل كل منتجات الدايت في الأسواق موثوق فيها، وكيف بنميز الجيد منها؟ والله يا ريماس كل سؤال هذا بده حلقة، يعني بعتذر منك ووصل هلا شي 150 مسج. هلا منتجات الدايت، هلا في فرق بين منتج دايت، في فرق بين منتج لايت، وفي كتير فروقات بين هالقصص. اهم شيء نقرا النوتريشن انفورميشن، الموثق الغذائي اللي على العلبه، نشوف قديش معدل الدهون بالحصه، يعني نحن الحصه قد هي قطعتين من البسكت، قد ايه مؤشر، قد ايه في سكر، لانه ممكن تكون هي خاليه من الدهون بس فيها كتير سكر. ممكن تكون مثلا زيرو فات بس يكون في سكر. يعني نحن بننتبه لهي اللعبه اللي هن عم يلعبوها. لا زيرو فات كيف بده يكون فيها سكر؟ يعني احيانا الدهون زيرو فات، يعني ما في دهون. شوجر غير الفات، يعني شوجر سكر. بتعرفي ما بننتبه كتير ونحن عم نشتري، بنفكر انه هي اللي بدنا بياكلوها كلها العلبه. يعني بشتري بسكويت انا انه ياي هذا زيرو فات خلص. وزنك زاد شكلك حولي، قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، جرب خفف اكل السكر اوعى تحن مقابيله. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، جرب خفف اكل السكر اوعى تحن مقابيله. وانا نفسي مش قادر ردها، ليلي عم بقعد حدا، كل ما خدي لامس خدها، بنصح شي 5 كيلو، بنصح شي 5 كيلو. يعني ما شاء الله عم معجبينك يا دكتور لما. بيسلموا عليك، يفلعك، وفي لي اخر رقم 088 وفي كمان 066 بيسلموا عليكي. شكرا لكل اللي عم يبعثوا لنا مسجز. سوري اذا ما قدرنا نرد على باقي المسجات، بس هو شوي الوقت ضيق. اوكي، المستطيل لازم تضل بالبيت
يعني ان شاء الله عمرها ما لا لا لانه حكيت عن قصتي. الرماز المستطيل لازم تكتر من المغنيسيوم، يعني الشوكولا السوداء اللي ما فيها سكر، الموز، في كتير خضرة وفواكه طبعا، اكيد تلعب رياضة، واكيد تشرب مي. اوكي وان شاء الله صحة يا رب. طمني يا دكتور، دخلك شو صاير قلي، قلبي ولع مثل النار علي راح وما قالي، طبيب دواني وعطيته عنواني، حكيته حكاني وريح بالي، وحياتك يا تيتا انا رحت فرطة، طعماني الشوكولاتة وانا على بالي. شكرا لك دكتورة لمى النائلي، أخصائية بالتغذية وصحة الإنسان. شكرا. بتمنى بحلقات تانية كمان نقدر نعطي كل الأجوبة هيك إن شاء الله. ولو على السريع، بس نحن عم نعطيهم إجابات أكيد ونقدر نحكي بمواضيع مهمة مثل موضوع حلقة اليوم اللي بيهم كتير من النساء. شكرا كتير لك ولحضورك. شكرا لك، شكرا لبروجرامك، وثانك يو لأرابيسك، وشكرا ماهر، وثانك يو على الاستقبال الحلو لكم، وانا كمان كتير انبسطت فيكم حبيبتي. أهلا